عسلامة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم جيتكم بأبن ريسيت مقارونة سباجيتي، وتنجموا تعملها أي نوع متاع مقارونة بالصوص الحمراء وبالدجاج. هذا تقريبا سادس ريسيت نكون نستعمل فيها الدجاج. تنجموا ترجعوا للفيديو القدم متاعي وتشوفوا الوصفات الاخرين اللي عملتهم بالدجاج. اول حاجه مش نبدا معاكم بالحاجات اللي لازمني نحضرهم من الاول، ومن بعد نوريكم بقيه المكونات وفي ميزيرو اني نعمل. دونك نحضروا زوز بصلات وزريوس ثوم متوسطين. البصله باش نبشراها والثوم كيف بطريقه كيما تشوفوا بالمبشره. من بعد باش ناخذ 3 مغارف كومين طماطم معجونه ونحلهم في شويه ماء دافيه، وباش نحط فنجان صغير مش كبير زيت زيتونه. اني باش نطيب في الكوكوت او ما نعرفش كل بلاصه شنو تسميوها، مضغوطه يعني. حطيت البصلات باش يتقلاو شويه، وباش نحط شويه من الكميه متاع الثوم، باش نحط شويه مش برشا، مش الكميه باش نقسمها على مراحل دوبلاش ما هكا نخليها تحمار شويه، وباش نحط ديريكت الدجاج باش يقعدوا يتقلاو مع بعضهم قبل ما تتحرق البصله والبصل يعطي ريحته للدجاج. تعرفوا الدجاج يحب البصل، هذه حاجه ديما نقولها والناس الكل تعرفها ديجا. هذاك علاش اخترت نقلي الدجاج في البصله. وباش نفوحوا ونحط مغرفه صغيره ملح مبدئيا، ومن بعد باش نحط على طرطوشه المغرفه شويه كيلو زعتر مرحيين، ومش نحط نصف مغرفه او اكثر من نصف بشويه فلفل اسود، ونحاول ندخل المكونات الكل في بعضها، ومن بعد نضيف شويه من الثوم وباش هكاك الفيحه الكل تدخل في وسط الدجاج. بعد ما يشكشك شويه في المرحله هذه باش نزيد مغرفه فحات مقارونه لفاف فحات متنوعه، ونحرك نحاول باش يوصل الدجاج الكل، ونضيف الطماطم المعجونه نتاعي بشويه كيف باش نحرك باش الخليط الكل يندمج مع بعضه. نخليهم يتقلاو نقصوا عليها بعد برايز درجين تبدا تشد شويه، ما تبينا نقعد نقص عليها ونحركها كل دقيقه كل دقيقتين. ومن بعد قبل ما نمرق بشويه مش نزيد نضيف مغرفه اخرى فحات مقارونه، وتكون من قبل ضفت شويه مي سخون بطبيعه يغلي اللي خليته ديجا اكوتي، وباش نحط مغرفه فلفل ملحي كبيره وهكاكا باش ما يتحرقوا ليش الفحات او البهارات انا باش نزيدهم طوا. ومش نرمي ورقات رند اللي المفروض رميتهم من الاولى ما اني نسيت، وزدت شويه اخرى مي باش هكاك الفلفل الاحمر ما يتحرق ليش. وطواش نزيد نحط بقيه الكميه نتاع الثوم اللي عندي، وباش نبدا نمرق بشويه بالماء اللي يكون سخون او يغلي، اما ماذا بينا يكون سخون وما يكونش بارد. ونغم الدجاجات بالماء ومش نخليهم يبقوا يطيبوا، باش نسكر عليهم الكوكوت. ونتعدى نحضر المقارونه نتاعي باش نسمطها. مش نحط مبدئيا مغرفه ملح اختياري، باش نحط شويه زيت، حتى الزيت اختياري، فما شكون ما يحبش يحط. باش نحط شويه رند، وكي كي يغلي الماء مش نصب السباغيتي نتاعي ونحركها باش ما تشدش بعضها. ومن بعد باش تحضر كما تشوفوا بعد 15 دقيقه او 10 دقائق، وباش نبدا نخلط الصوص نتاعي. وانا احكي لكم مشعر الريحه ما شاء الله والمنظر تشهي. نوتكم ولا نشهيكم، ننصحكم باش تجربوها وماكمش باش تندموا جمله. وكيما تشوفوا الريسيت نتاعي حضرت وقدمتها كيما هكا، شويه صوص والدجاج من فوق. وان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها واستنفعتوا سيرتو. ما تنساوش باش تخليوا لي رايكم في التعليق، وما تنساوش باش تشجعوني بجيم وبارتاج. ونتلاقى في الفيديو الجاي ان شاء الله باش تكون ريسيتا للإيطاليان. تشاو.